حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده بقى هنتكلم في الفيديو ده عن الاكسبوننشال واللوغاريتميك فانكشن. ففي الاول هنتكلم عن الاكسبوننشال فانكشن. ماشي. تخيل معايا كده انت معاك حاجه. انا بقول لك دلوقتي معاك اف اوف اكس ايكوال اي باور اكس. الفكره في الفانكشن دي ان هي كونستانت، يعني الرقم ايه ده او الايه ده كونستانت اي رقم، والاكس ده فاريبل حاجه متغيره. يعني من الاخر كده انت في الفانكشن دي مهتم بالباور، فانت معاك ان الايه ده يعتبر ايه؟ كونستانت. تمام كده. طيب خلينا نشيل الاس دي. ماشي، يبقى انت كده معاك ان الايه كده ايه؟ كونستانت. طيب برضو الاكس ده هو المتغير بتاعك في الفانكشن دي، الاكس ده هو الفاريبل. طب خلينا نشوف حاجه، يعني الكلام ده عامل ازاي ايه او زي ايه مثلا. لو انا بقول لك 2 باور اكس، لو انا قلت لك 3 باور اكس، فدي يعتبر حاجه اسمها اكسبوننشال فانكشن، اللي هي انا معايا رقم كونستانت ورفعت له باور. طيب لو انا بقول لك مثلا معاك حاجه زي فكره ايه؟ برضه هاف باور اكس او 1 اوفر 3 باور اكس، برضه دي نفس الفكره، انت هنا معاك كونستانت وبرضه رافع له باور اكس. لو قلت لك معاك 2 باور ساين اكس، انت بتدور ان المتغير اللي معاك يكون في الباور، فبتلاقي ان دي كده اكسبوننشال فانكشن. تمام كده. طيب لكن لو انا قلت لك مثلا ساين اكس بس معمول لها هنا سكوير، لا دي فانكشن عاديه مش اكسبوننشال. خلاص ركز في حاجه زي كده. لو قلت لك مثلا اكس سكوير اكس باور 3، لا دول اللي احنا عارفينهم العاديين. تمام. طيب فخلينا بقى بعد كده مثلا نبص على الرسمه بتاعتها. انت عندك الرسمه بتاعتها بتبقى عامله ازاي؟ لو انا بكلمك على رسمه الاي باور اكس، هتلاقي ان هي بادئه كده وجايه كده بالمنظر ده، وهتلاقي ان هي قطعه فين؟ هتلاقيها قطعه عند الواحد. وهقول لك ليه. دلوقتي انت بتساوي الاكس بزيرو، فهتقول ايه باور زيرو. فانت عارف اول قاعده او اول خاصيه دلوقتي هتكون هتعرفها او انت عارفها مثلا من قبل كده، ان اي كونستانت او اي حاجه باور زيرو هتلاقيها ب1. فهتلاقي ان الفانكشن دي كده قطع في ايه؟ في ال1. فهنا دي a باور اكس. جميل. طيب لو انا رسمت لك اللي هي ايه الناحيه التانية، اللي هي العكس بتاعها، لو قلت لك مثلا مع حاجه زي كده، هتلاقيها برضو ان هي قطع في الواحد هنا. ماشي. وبرضو هي ايه باور اكس، بس الفكره هنا إيه اللي حصل؟ ان ده بيزداد، يعني هنا في جروس، فدي ممكن نقول ان هي بتعمل ايه؟ جروس او بتنمو. لكن هنا الحته دي هي بيحصل لها ديكي. طيب الفكره هنا انت عملت ايه؟ انت عكستها على الواي، يعني انت عملت نيجاتيف للاكس، يعني ممكن نقول ان دي عباره عن ايه؟ باور نيجاتيف اكس، ودي عباره عن ايه؟ باور اكس. تمام. طيب وليها برضو تفسير تاني. ممكن تقول هنا ان الايه في الجروس دي اكبر من الواحد. ممكن هنا تقول في الديكي دي ان الايه ما بين الصفر والواحد. طيب فهنا في كام نقطة المفروض نتكلم برضو عليهم وركز معايا فيهم. هل هنا الايه ينفع تكون بالسالب مثلا بنيجاتيف 3 بنيجاتيف 2؟ لا، هنا هتلاقي ان الايه على طول اكبر من الزيرو. دي كده قاعدة. خلاص. طيب ايه تاني؟ ان الايه مش بتساوي الواحد. يعني دول كده شروط عندك مفروض تبقى عارفهم على طول، ان الايه اكبر من الزيرو وان الايه مش بتساوي الواحد. طب هي ليه مش بتساوي الواحد؟ لان بالتالي انت بتقول ايه باور اكس، فلو انا قلت لك 1 باور اي حاجه بيطلع ب1. فهي دي كده ما استخدمناهاش او ما عملناش بيها اي حاجه، يعني الحته دي كده ملهاش لازمه. خلاص. فانت معاك دول مهمين. طيب هنا بتلاقي ان في الايه اكبر من الواحد، فمثلا لو قلت لك مثلا 2 باور 3 او 2 باور 4 او 2 باور 5، هتلاقي ان هي بتزداد. طيب هنا في الديكي ايه اللي بيحصل؟ لو انا قلت لك مثلا 2 باور نيجاتيف 2 مثلا، بيطلع بكام؟ يطلع مثلا 1 اوفر 4. لو قلت لك 2 باور نيجاتيف 1، يطلع بايه؟ بهاف. لو قلت لك 2 باور نيجاتيف 3، يطلع مثلا ب 1 اوفر 8. فكل الكلام ده بيقل، فانت بتكون بتنزل على مدار ما الاكس ماشيه، انت بتكون ايه؟ ديكي. خلاص كده. طيب فبرضو الفكره هنا ان الايه تكون من 0 ل 1، هي نفس الحته دي. ليه؟ لما انا مثلا اكتبها لك كده، لو قلت لك مثلا انت عندك ان الايه كده ما بين ايه؟ الزيرو وال1، فدي معناها ايه؟ لو الايه مثلا طلعت بهاف كفراكشن، فدي معناها ان الهاف ده باور ايه؟ باور اكس. فهنا دي انا ممكن اقول ايه؟ الهاف باور اكس دي ممكن اقول ان هي عباره عن ايه؟ الهاف انت ممكن تكتبها كده، تكتبها 2 باور نيجاتيف 1، فدي عباره عن 2 باور نيجاتيف 1 باور اكس.
الخواص دي كلها هنقولها ما تقلقش. لما تلاقي 2 باور نيجاتيف 1 باور اكس هتلاقيها 2 باور نيجاتيف اكس. فايا كان انت قلت ان هي ايه باور نيجاتيف اكس، او رحت قلت ان اللي تحت ده ما بين الزيرو وال1 اللي هو فراكشن، يعني اللي هو فراكشن زي هاف، زي 1 اوفر 3، 1 اوفر 2، 1 اوفر 4، الكلام ده كله، فكده الايه ما بين الزيرو وال1. خلاص كده. طيب تعالى بقى نركز على كام حاجه برضو، الافكار بقى ايه القديمه شويه. ايه هي الرسمه بتاعت الاي باور اكس العاديه اهي مثلا، والاي باور نيجاتيف اكس؟ عايزين نشوف هي بتزداد وتقل امتى، ايفن ولا اود، الدومين والرينج والكلام ده كله. طيب تعالى الاول نبدا بالدومين. الدومين بتاعها هتلاقي ان هي بادئه من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي عادي، فهقدر اقول ان هو الار كلها. تمام. طيب الرينج انت هتقول صور الواي، فصور الواي هتلاقيها ان هي بادئه من اول الزيرو بس مش لامساه، يعني هي هتلاقي ان هي مش هتلمس الزيرو ابدا. خلاص. يعني مثلا انت عندك اقل رقم امتى او اكبر حاجه بالنيجاتيف امتى؟ ايه باور نيجاتيف كام ينزل لحد هنا؟ هتلاقي ايه باور نيجاتيف انفينيتي. ايه باور نيجاتيف انفينيتي هتلاقيها بزيرو. بس دي طبعا لما ايه مثلا، لما تكون كاتبها على الشكل التاني، هناخدها ان شاء الله قدام، الكلام ده ان شاء الله قدام هناخده كتير. لما اقول لك ايه باور اكس مثلا، والاكس دي ابروتش للنيجاتيف انفينيتي، او اقول لك ايه باور نيجاتيف انفينيتي والاكس ابروتش للانفينيتي. ابروتش دي ايه كل الكلام ده ان شاء الله هنقول معناه قدام. بس المهم هنا ان هي مش هتلمس الزيرو خالص، فالرينج بتاعك هيبقى من الزيرو لحد الانفينيتي، بس الزيرو اوبن والانفينيتي كده كده اوبن. تمام. فهي مش تلمس الزيرو بس هي بادئه من عنده. طيب فهي برضو بعد كده هتلاقي ان الفانكشن دي لو هي الاي باور اكس هتلاقي ان هي انكريزنج على طول، يعني ده كده انكريزنج. هتلاقي النيجاتيف او الاي باور نيجاتيف اكس او اللي هو الديكي يعني ده ديكريزنج على طول. وبالتالي احنا قلنا معلومه قبل كده، قلنا ايه؟ لو الفانكشن بتزداد بس زي الاي باور اكس، هي بتزداد بس، فنقدر نقول ان هي 1 تو 1. خلي بالك دي كانت معلومه مهمه تبع ال 1 تو 1، قلناها في فيديو ال 1 تو 1. لما تكون الفانكشن بتزداد بس يبقى هي 1 تو 1 على طول، لان هتلاقي ان كل قيمه بس في الاكس هتلاقي بيقابلك قيمه واحده في الواي. خلاص. بس نيجي بعد كده مثلا، هل هي ايفن او اود او كده؟ هي ولا ايفن ولا اود. تمام. لان هي كرسمه حتى هنا بالمنظر ده مثلا، هتلاقي ان هي ولا معكوسه على الواي ولا معكوسه على الاوريجين. يعني احنا خدنا لو هي معكوسه على الواي تبقى ايفن، لو معكوسه على الاوريجين تبقى اود، لو معكوسه على الاكس مش فانكشن اصلا. يعني هنا انت عارف بقى الكلام ده. خلاص احنا الكلام ده قلنا قبل كده كتير، قلنا لو هي معكوسه على الاكس كده يبقى هي اصلا نوت فانكشن، هتطلع مره هنا ومره هنا. طيب لو هي معكوسه على الواي هتبقى ايفن، زي الاكس سكوير، زي الابسوليوت اكس، زي كل الكلام اللي قلناه ده قبل كده. الاكس باور 3 اود بتبقى معكوسه على الاوريجين. خلاص. خط الاوريجين. فهنا دي ولا ايفن ولا اود وايه وانكريزنج، فهي 1 تو 1، او ديكريزنج برضه فهي 1 تو 1. ده الرينج وده الدومين. خلاص كده. طيب فتعالى ناخد شويه امثله، نعمل سكتش ونشوف الدومين والرينج. لو قلت لك 2 باور اكس بلس 1، فهتيجي عادي هترسمها بالمنظر ده كده، دي كده 2 باور اكس. طيب انت عملت لها بلس 1، بلس 1 ده جوه الفانكشن يعني هو جنب الاكس؟ لا، هو بره الفانكشن خالص، يعني هو ايه اكنه دي الاف اوف اكس، فانت زودت عليها واحد يعني انت طلعتها فوق درجه بس، فدي هتبقى 2 باور اكس. بدل ما هي مثلا بادئه هنا عند الواحد هتبقى بادئه عند الاتنين. حتى تعالى نشوف لما تعوض بزيرو هيبقى 2 باور 0 ب 1 بلس 1 يبقى 2. خلاص. يبقى دي الفانكشن الجديده بتاعتك. طيب الدومين هو هتلاقي ان الدومين معاك يعتبر ايه الار كلها. طيب الرينج، خلي بالك بقى الرينج هنا مشكله. الرينج هنا انت هتشوف هو واقف لحد فين. يعني بص كده، انا من هنا اهو. هنا لما انت كنت بتعدي بالواحد كان اولك الزيرو، انت هنا رفعت الكلام ده خطوه. يعني بص، انت هنا اكنك زودت ده خطوه، لما رفعته خطوه هيبقى دي واحد ودي انفينيتي. خلاص. يعني دي هتبقى ايه الرينج معاك، هيبقى هنا 1 وانفينيتي. تمام. ال1 طبعا اوبن والانفينيتي اوبن لان هو مش هيعدي، مش هيلمس ال1. تمام كده. بس تعال نشوف حاجه تاني. لو قلت لك مثلا معاك 4 باور اكس ماينس 2، فهتروح ترسم عادي الفور باور اكس، هتلاقيها برضو هي الفور باور اكس، هي الثري باور اكس، هي التو باور اكس، هي الاي باور اكس، كلهم واحد، بس الفرق في السكيل. يعني هنا مثلا هتلاقي لو ده واحد اتنين تلاتة أربعة وهكذا،
هتلاقي طبعا دي اعلى من دي وهكذا. يعني مثلا الاربعة عند الواحد باربعة، هنا باربعة. طيب الاتنين عند الواحد باتنين، فهتلاقي ان الرسمة بتاعتها دي تحت شوية. يعني مثلا هتلاقي واحدة كده، هتلاقي التانية ايه تحتيها شوية. بس فده كلام مجرد بس ايه كسكيلينج يعني. ماشي. طيب فدي كده الفور باور اكس. طب انت نقصت اتنين من الاكس ذات نفسها، يبقى انت نقلتها يمين خطوتين. يبقى انت نقلتها ايه يمين خطوتين. يبقى انت كأنك هتبدأ من هنا عادي وهترسمها كده بس. فهي مش تفرق قوي يعني، وهتمر برضو بالواحد. خلي بالك هتمر بالواحد برضو عادي. ليه؟ انت عند الاكس بزيرو هتقول ايه؟ هتقول 4 باور اكس ماينس 2. انت المفروض تساوي الاكس بالزيرو، فيبقى الفور هنا يبقى 0 ماينس 2 يبقى 4 باور نيجاتيف 2 يبقى 1 اوفر 16. ماشي. القصد هنا ان هي هتمر كده كده عند الواحد في الزيرو بتاعها. الزيرو بتاعها اللي هو مين؟ اللي هو اكس ماينس 2. يعني هنا ايه؟ هتمر بالواحد عند ال 2. يعني افهم كده قصدي. هتلاقي 4 باور 2 ماينس 2. ماشي. يبقى دي اصبحت معاك 4 باور 0 بيساوي 1. يبقى هي عند ال 2 خلاص. هتلاقي ان هي ايه بتمر بالواحد. فزي ما احنا عاملين كده المنظر ده، احنا ايه شفتناها خاص بس خطوة، فهي هتمر بالواحد عادي. خلاص. بس فتعالى نشوف مثال تاني. لو قلت لك معاك 1 اوفر 3 وباور اكس وهنا في نيجاتيف اهي. طيب حاجة زي كده انت في الاول تعالى نرسمها. ال 1 اوفر 3 دي ديكي، ها يعني دي اكنها ايه؟ دي اكنها 3 باور نيجاتيف اكس. فدي اللي هي الديكي بالمنظر ده. خلاص بالمنظر ده بس. طيب عملت لها نيجاتيف. النيجاتيف خلي بالك، النيجاتيف جوه الاكس عند الاكس ولا عند الواي؟ يعني النيجاتيف على الفانكشن كلها ولا النيجاتيف جوه الفانكشن؟ لو هو عند الاكس جوه بتعملها بتعكسها على الواي. لو هو نيجاتيف عند الواي دي كلها، عند الاف اوف اكس كلها، تعكسها على الاكس. فدي تبقى كده اهي بالمنظر ده كده. خلاص. يبقى دي كده اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 3 والنيجاتيف بار وهنا باور اكس. ماشي كده. طيب تعالى بقى نتكلم في شوية خواص عن الكلام ده. شوية خواص بقى مهمة على ايه الاكسبوننشال فانكشن. ماشي. طيب أول حاجة معانا بقول لك إن ال a باور 0 بيساوي 1. تمام. أي حاجة باور 0 هتلاقيها ب 1. طيب جت منين؟ لو أنا بقول لك ببساطة a باور 2 على a باور 2، فأنت كده كده أكني الحاجة على نفسها فبيطلع بواحد. فهناخد برضو دلوقتي إن أنت لو حاجة على نفسها وهي نفس الكونستانت اللي تحت بتطرح الباورات، فيبقى a باور 2 ماينس 2 يبقى a باور 0 يبقى 1. خلاص. فدي برضو فكرة إنك تكون فاهم هي ليه a باور 0 ب1. طيب تعالى اللي بعدها. لو قلت لك هنا a باور b مضروبة في a باور c، فبتلاقي إن أنا ممكن أثبت الكونستانت ده يبقى a وبعد كده أجمع الباورات يبقى a باور b بلس c. ماشي. طيب يعني مثلا لو قلت لك هنا 2 باور 3 مضروبة في 2 سكوير هيساوي كام؟ هيساوي 2 باور 5. أكنها هنا دي ب8 ودي ب4 بكام؟ 32. وهتلاقي 2 باور 5 برضه ب 32. ماشي. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك مثلا a على b باور c، فحاجة زي كده انت ممكن تقسم الايه، انت ممكن توزع الباور ال a على b مقسومة، انت ممكن بس توزع الباور على القسمة دي فتبقى a باور c على ال b باور c. خلاص بالمنظر ده كده. فبرضه مثال على الكلام ده، يعني لو قلت لك مثلا 2 باور 3 او 2 اوفر خليها مثلا ايه 2 اوفر 3 all باور 3، فدي انت ممكن تقول ان هي عبارة عن 2 باور 3 اوفر 3 باور 3. خلاص. فخلي بالك من كلام زي كده برضو. ماشي. دي من الخواص يعني. طيب بعد كده لو قلت لك معاك ايه باور بي على الايه باور سي، فانت هنا ممكن تثبت الايه عادي وتطرح الباورات. ودي اللي قلناها هنا، اللي قلناها هنا ساعة ايه؟ ساعة الواحد. ايه سكوير على ايه سكوير فبقت ايه باور 2 ماينس 2. فايه باور بي على ايه باور سي هتبقى ايه باور بي ماينس سي. طرحت الباورات بس. ماشي. طيب بعد كده لو معاك سكوير روت او خليها بقى ايه روت بس ايه عليه ام، الامس روت. ماشي. لايه باور ان مثلا. فالفكره هنا انا بقول لك ايه؟ بقول لك ان الاي دي عليها باور ان. انت عارف ان مثلا لو انا قلت لك الفورس روت او الفورس روت ماشي اهي هتبقى ايه باور 1 اوفر 4.
لو قلت لك مثلا الثيرد روت اهو هتبقى ايه باور 1 اوفر 3. طيب لو انا قلت لك هنا المنظر ده الامس روت هتبقى ايه باور 1 اوفر ام، وانت معاك ان اصلا عايز تعمله بره عادي مش مشكله. فانت دي الخلاصه ان الان دي باور الباور بيبقى ملتبلاي، فهتنزلها كده هتبقى ايه باور ان على ام. ماشي. والحته بتاعت باور الباور ملتبلاي دي اللي هي لو انا قلت لك ايه، لو انا قلت لك مثلا ايه باور بي باور سي، فهنا دي انت ممكن تكتبها ان هي ايه باور بي مضروبه في سي. ماشي كده بس بالمنظر ده ايه المنظر ده كده تمام. طيب خلينا ناخد مثال على الحاجات دي. لو قلت لك مثلا معاك ال f of x بتيكوال 2 باور x، فبقول لك ايه بقول لك خط كده عايزين f of x بلس 4 ماشي ماينس f of x على f of x بلس 2 ماشي ماينس f of x. واحده واحده بقى معايا وتعالى نشوف هنحل دي ازاي. انت معاك الفانكشن هنا هتعوض عادي ب x بلس 4 الاول اهو، يبقى انت معاك هنا 2 باور x بلس 4 بعد كده ماينس 2 باور x على 2 باور x بلس 2 ماينس 2 باور x. فلو جينا هنا خدنا 2 باور x كومن فاكتور هيبقى معاك 2 باور 4 ماينس 1. ماشي. عشان دي كده اكنها مكتوبه ازاي، دي اكنها مكتوبه 2 باور x في 2 باور 4 من الخواص بقى ماينس 2 باور x. فلما اخد دي كومن فاكتور يبقى 2 باور 4 ماينس 1. نفس الكلام تحت هتبقى 2 باور x مضروبه في 2 سكوير ماينس 2 باور x. فلما تاخدها من هنا 2 باور x كومن فاكتور يبقى معاك 2 سكوير ماينس 1. فهتلاقي بعد كده 2 باور x راحت مع 2 باور x، يبقى لك 2 باور 4 ماينس 1 اللي هي 16 ناقص 1 15 على 4 ناقص 1 3 يبقى 15 على 3 يبقى لك 5. ممكن بعد كده يقول لك اكتب لي الخمسة دي على شكل الكلام ده. فالخمسة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 سكوير زائد 1، يعني عبارة عن f of 2 بس. خلاص كده. فده برضو كمثال تكون برضو ايه عارفه. ماشي. بعد كده لو قلت لك معاك ال f of x equal 7 باور x، حاجة زي كده هقول لك مثلا اثبت او خلينا نقول هات الاكس لو انت معاك ان f of 3x بلس 2 بلس f of 3x minus 2 equal 2402 رقم كده. والرقم ده ليه سبب يعني تعال نشوف واحدة واحدة. 3x بلس 2 و 3x minus 2 فهنجرب هنا هنقول ايه هتبقى 7 بعد كده 3x بلس 2 بعد كده بلس 7 باور 3x minus 2 وهنسويها بالرقم ده. ماشي. فالمهم بعد كده هتلاقي ايه، هتلاقي ان دي ممكن تفكها هتبقى ممكن تبقى 7 باور 3x مضروبة في 7 سكوير، ودي ممكن تفكها هتبقى 7 باور 3x مضروبة في 7 باور نيجاتيف 2. ممكن اروح اخد 7 باور 3x كومون فاكتور، وكمان ممكن اخد ايه اخد الماينس 2 دي كومون فاكتور. تعالى كده لو خدنا 7 باور 3x ماينس 2 كومون فاكتور هنا هيبقى لك ايه، انت اكنك قسمت على دي فانت خلاص ال 7 باور 3 اكس خلاص. لو انت خدت 7 باور نيجاتيف 2 كومون فاكتور يبقى لك هنا 7 باور 4. لو حتى مش متاكد منها عيدها تاني قول ايه 7 باور 3 اكس في 4 وناقص 2 يبقى هي ايه 3 اكس ناقص 2 زائد 4 يبقى 3 اكس زائد 2 اللي هي ايه اللي هي دي اهي. فهي ماشي. بعد كده بلس 1 بلس 1 ليه اللي هو الجزء ده، فده كده هيساوي الرقم اهو. هتلاقي ان الجزء ده هو الرقم ده فهتلاقي ده راح مع ده فهتلاقي دي بواحد. خلاص. فبعد كده هتقول 7 باور 3x minus 2 equal ب1. طيب ايه باور ايه تديني واحد، لو اي حاجة باور زيرو تديني واحد يبقى 3x minus 2 equal 0 يبقى 3x equal 2 يبقى x equal 2 over 3. خلاص كده. طيب تعالى نكمل. تعالى بقى نشوف بقى اللوجاريتميك فانكشن. ماشي. احنا كده اتكلمنا على الاكسبوننشال هنتكلم على اللوجاريتميك. اللوجاريتميك فانكشن فكرتها في ايه ان انا بجيب الباور، انا عايز اعرف الباور ده بكام. يعني ايه لو انا قلت لك مثلا 2 باور x equal 8
الاكس دي بقى بكام؟ عايزين نعرفها هي بكام. ماشي، حد هيقول لي انا عارف هي بكام، انا عارف ان هي 2 باور 3 ب 8. طيب لو جيت قلت لك طب 2 باور اكس بيساوي 128، حد برضو ممكن يقول انا عارف هي بكام. الفكره انا مش عايز اعرف هي بكام دلوقتي، انا عايز اعرف اجيبها ازاي. عايز اعرف هي ليها فانكشن عامله ازاي. يعني لو قلت لك دلوقتي y ايكوال a باور اكس، خلاص دي نحلها ازاي؟ هنا هنستخدم حاجه اسمها اللوجاريتمك فانكشن. عباره عن ايه؟ بتقول لك لوج، تمام، الواي دي تنزل هنا والاي دي تنزل تحتيها كده اهي، فده كده هيساوي الاكس. يبقى انا اصبح ان انا ممكن اجيب الاكس عن طريق الداله دي، داله جديده كده معايا عباره عن لوج a واي يساوي اكس على المنظر ده. طيب تاني، هنا 2 باور اكس ايكوال 8، ممكن نجيبها من هنا. هنقول ايه؟ هنقول لوج ال 8 اهي، وال2 تنزل في البيس تحت، فده هيساوي ايه؟ هيساوي اكس. على الاله دي تطلع بتلاتة على طول. خلاص الاله بتحل دي على طول، تمام، دي كداله او كفانكشن يعني. تمام. طيب خلينا نكمل. لو قلت لك مثلا معاك 16 ايكوال 2 باور اكس، حد يقول لي انا عارف ان الاكس باربعة، طب اكتبها لي على شكل الاكس لوحده في طرف. هتقول لي لوج، معاك هنا ال 2 وهنا ال 16 هيساوي الاكس. هات الاكس بكام على طول بقى. ماشي. لو قلت لك مثلا معاك ال 81 بيساوي 9 باور اكس، حد يقول لي اكس سكوير، اقول لك ماشي، بس قول لي ان هي لوج ال 81 اللي هو الناتج ينزل هنا، والبيز اللي هو اللي تحت ده اللي هو كونستانت اصلا اهو تحت، يطلع بالاكس. خلاص يطلع معاك باتنين. ماشي. طيب لو انا جيت قلت لك معاك لوج ل 3 باور 27 هيساوي الاكس. ماشي. هتحلها عادي، هتقول ايه؟ دي على الاقل عادي، او دي برضو لو عايز ترجعها تاني هتقول ان هي 3 باور اكس بيكوال 27 اللي هي 3 باور 3. خلاص. فدي فانكشن معاك بتعكس. بص انت بتعكس، بتحول لوجاريتمك، معاك الاكسبوننشال تحول للوجاريتمك، معاك اللوجاريتمك تحول للاكسبوننشال. وتكتشف بقى حاجه، تكتشف ان دي العكس بتاع دي. خلاص. يعني هقول لك على حاجه، انت كده كده لو جيت بصيت على رسمه اللوجاريتمك، خلينا نمشيها بالترتيب. تعال الاول نبص على رسمه اللوجاريتمك. هي هنا عباره عن داله كده، وبتبقى معاك رسمتها عامله بالمنظر ده، بتبقى هنا معديه عند الواحد. خلاص. شبه الاكسبوننشال، شبهها. ليه؟ الاكسبوننشال فعلا بتبقى هنا ومعديه عند الواحد، بتبقى كده ومعديه عند الواحد. ماشي، واحده واحده. فدي هتلاقيها اللوج اي اكس، وهتلاقي إن دي بتزداد انكريزنج. خلاص. طيب هل الفانكشن دي ليها شروط؟ الفانكشن دي ليها شروط. اول حاجه انت كنت بتقول لي هنا اهو، تعالى هنا، لو انا قلت لك الواي بتيكوال لوج اي اكس، فهتقول لي ايه؟ هتقول لي دي ممكن اكتبها ان ايه باور واي، الناتج ده هو الباور. برضو ممكن تشبهها او تسهلها لنفسك كده، الناتج هو الباور، ايه باور واي بيساوي اكس. كنت في الشكل بتاع الاكسبوننشال ده بتقول ان الايه ده اكبر من الزيرو، وان الايه ده مش بيساوي واحد. الشروط دي برضو لسه ما زالت معاك. طب وايه تاني؟ زائد ان اللي جوه اللوجاريتمك اكبر من الزيرو، يعني الاكس هنا معاك اكبر من الزيرو. يبقى انت كده معاك شرط 2 3. وخلي بالك حته الاكس اكبر من الزيرو دي بنشتغل عليها في حل الدومين. اسئله الدومين دي الحته رقم 3 اللي انا كلمتك عليها قبل كده في فيديو الدومين. طيب فهنا الثلاث شروط بتوعي لازم يتحققوا عشان ارسم الرسمه دي او عشان ايه اشتغل بالفانكشن دي. فدي كده انكريزنج امتى؟ لما الايه اكبر من الزيرو او اكبر من الواحد. بقى هي كده كده ايه؟ هي هنا اكبر من الزيرو ومش بتساوي الواحد، فانت كده معاك حاجتين، يا اما اللي اكبر من الواحد يا اما الحل التاني اللي هي ايه؟ هتقل اهي بالمنظر ده، هتعدي بالواحد وتقل كده، وهتبقى برضو هنا لوج اي اكس. بس انت هنا هتلاقي ان الايه ما بين ايه؟ ما بين الواحد والصفر. ممكن حد تاني يقول لك ان انا ممكن اكتبها كده، اكتبها نيجاتيف لوج اي اكس. ممكن حد تاني يكتبها كده، يكتبها لوج اي باور او اي 1 اوفر اكس. الايه ده يا جماعه اسمه البيز، اللي بيتحط هنا الاكس ده اللي انت بتجيب له ايه، اكنك بتشوف ايه باور كام يطلع باكس. حلو كده تمام. النيجاتيف وال1 اوفر اكس دول جم منين؟ بالخواص بتاعت اللوجاريتمك، هنقولهم دلوقتي ما تقلقش. ماشي. طيب فدي كده بتزداد عندك، دي كده بتقل. تمام كده. طيب خلينا برضو نتكلم عن حاجه تانية. لو هو قال لك لوج وسكت،
لو قال لك لوج اكس وسكت يبقى هو قصده ان البيز اللي تحت ب 10. حتى على الآلة لو جيت لقيت لوج اكس بس، الزرار بتاع لوج اكس بس، بتلاقي ان هو قصده البيز اللي تحت يبقى 10 بس ما بيتكتبش. ماشي كده؟ طيب لو قال لك لوج للاي، تمام، الاي ده مين؟ الاي ده حاجه اسمها اكسبوننشال فانكشن، تمام. طيب والاكسبوننشال ده يعتبر ايه؟ حاجه اسمها الناتشورال اكسبوننشال. ماشي. طيب يعني ايه الفكره هنا؟ ان انت معاك حاجه اسمها العدد اي. العدد اي ده عباره عن حاجه اسمها 2 و7 او برقم 2 و7. هو رقم 2 و7 وليه شويه كسور كده، يعني مكمل معاك. الاي ده انت ممكن تكتبه بكذا طريقه. ممكن تكتبه ان هو كليميت بس احنا لسه ما خدناش الليميت. ممكن تكتبه ان هو كسلسله بس احنا لسه ما خدناش السلاسل، فايه مش هنتكلم في الحته دي، هكتفي بالحته دي بس. طيب الاي باور اكس هي عباره عن ايه؟ هي الناتشورال اكسبوننت. طيب يعني هي عباره عن 2 باور 7 2.7 باور اكس. يعني لو جيت رسمتها هتلاقي عامله كده عادي خالص. ماشي. طيب ايه تاني ممكن مثلا نلاقيه من هنا؟ هتلاقي ان هي نفس الاي باور اكس، بس الفكره ده عباره عن عدد طبيعي بس. ماشي. طيب فالفكره هنا الحته دي بقى بتربط مع اللوجاريتم. لو انا قلت لك اللوج والبيز بتاعها ايه للاكس، هتبقى دي عباره عن ناتشورال لوجاريتميك فانكشن. الناتشورال لوجاريتميك فانكشن اللي هي اللين اكس، يبقى هي لو لوج، اللوج من غير ما تتكتب عادي البيز تحت يبقى لوج 10. لو لوج الاي يبقى لين اكس، والاي ده هو الناتشورال اكسبوننت واللين اكس الناتشورال لوجاريتميك. طيب تعالى بقى نربط ايه ده مع ده. في الاول كده من رسمه اللين، تعالى هنا اهي، من رسمه اللوج او رسمه اللين يعني مش فارقه، هتلاقي ان هي عامله كده. هتلاقي الدومين بتاعها، عايزين نشوف الدومين والرينج. طيب ركز معايا، الرينج ده سهل ليه؟ الرينج ده يعتبر ار كله، يعني هو بادئ من تحت لحد فوق، فهو يعتبر ايه؟ الار كلها. طيب بالنسبه للدومين، الدومين هنا هتلاقي صور الاكس. طيب هو مش هيلمس الزيرو، يعني هو هنا مش هيلمس الزيرو خالص، هو المفروض يعدي كده، تمام. مش هيلمس الزيرو خالص، فهو من الزيرو لحد الانفينيتي، ودي اوبن ودي اوبن. طيب لو انت بتتكلم في النيجاتيف لوج اكس او لو اللوج والايه ما بين الزيرو والوان والكلام ده، هتلاقي ان هو برضو نفس الرينج، والدومين معاك برضو نفس الدومين، يعني هي ماشي، مفرقتش. حلو. طيب لو احنا بقى بنتكلم في نقطة كمان، علاقة اللوجاريتميك، لو قلت لك لوج اي اكس وعلاقتها بالايه باور اكس، الفكرة ان هتلاقي ان دي معكوس دي، يعني الاتنين انفرس لبعض. انفرس لبعض ازاي؟ لو جيت رسمتها حتى اهو، هتلاقي رسمة الاي باور اكس عاملة كده، رسمة اللوج اكس عاملة كده، الاي باور اكس او الاي باور اكس يعني، تمام. الاتنين يعتبر انفرس لبعض، معكوسين على خط الاوريجن اهو. الخط بتاع الاوريجن دول هما الاتنين معكوسين عليه، دي بتمر لواحد بس من ناحية الواي، ودي بتمر بواحد بس من ناحية الاكس. كمان هناخد من الخواص دلوقتي ان انت لو عملت لوج للاي، يعني البيز ده ايه اهو تحت، ماشي، وخليت الاكس دي تبقى هي ايه باور اكس، الكلام ده بيطلع لك باكس. عارف ده انا اكني كده عملت ايه؟ اكني بقول لك انا عملت اف كومبوزيت اف اوف انفرس للاكس، فده هيطلع باكس. خلاص كده بس. ودي معاك زي ما قلنا دي عباره عن اللوج اي اكس، ودي عباره عن الاي باور اكس. ماشي كده بس. فده كل حاجه يعتبر. فانا دلوقتي عايز اجي اكلمك على الخواص. قبل الخواص احنا ممكن ناخد ايه شويه امثله كده، بس برضو خلينا نكمل في حته معينه هنا عشان نراجع تاني على فكره الدومين والرينج، عشان تعرف ان هم عكس بعض. يعني دي لو هي الاف هتلاقي دي الاف انفرس. طب عرفت منين؟ تعالى كمان نتاكد من حوار الدومين والرينج. الدومين بتاع دي صور الاكس. طيب الاكس من زيرو لحد انفينيتي، يبقى هنا الدومين من زيرو لحد انفينيتي اهو. الرينج معاك عباره عن ايه؟ الار كلها. الرينج معاك من ايه؟ من فوق لحد تحت، او من هنا من فوق خالص لحد تحت عادي، الار كلها يعني اهو. طيب في الاي باور اكس، الاي باور اكس الدومين بتاعها من فين لفين؟ صور الاكس من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي، يبقى الدومين بتاع الاي باور اكس هي الار كلها اهو. طيب الرينج
هتلاقي ان الرينج عباره عن ايه؟ الرينج معاك بتاع الاي باور اكس هو بادئ من اول الزيرو بس مش هيلمسه لحد انفينيتي، يبقى اهو من الزيرو، خليها كده من الزيرو لحد انفينيتي، اوبن واوبن. تكتشف ان الدومين هنا هو الرينج هنا، والدومين هنا هو الرينج هنا، فتلاقي ان فعلا هي عكس بعض. حتى احنا قلنا قبل كده، قلت لك في الاف والاف انفرس لما تلاقي اي وبي بيلونج للاف، في الاف اوف انفرس بيعكسوا، يبقى بي وايه. فهو ده اللي حصل هنا بالظبط. ماشي. طيب تعالى بعد كده ناخد كام مثال على الكلام ده. لو قلت لك معاك لوج 2 اكس بيكوال نيجاتيف 3، تحلها ازاي؟ هتقول عادي ان 2 باور نيجاتيف 3 ايكوال اكس، ماشي بالمنظر ده كده. يبقى 2 باور نيجاتيف 3 ايكوال الاكس، يبقى ده يساوي 1 اوفر 8. ماشي. طيب اللي بعده، لو قلت لك معاك لوج هاف اكس بيكوال نيجاتيف 4، فهتروح من هنا على طول هتقول ان هاف باور نيجاتيف 4 هي بيساوي الاكس. فدي اكنها لما تطلع كده لفوق تبقى 2 باور نيجاتيف 1 في نيجاتيف 4، يبقى 2 باور 4. 2 باور 4 بكام؟ 16. او على الاقل يعني ايه، على الاقل على طول هتجيبها. خلاص كده. طيب تعالى مثلا واحده كمان. لو قلت لك هنا معاك لوج اكس 8 بيساوي 4، ماشي. حاجه زي كده انت ممكن تحلها ازاي؟ عادي ممكن تقول ان ده باور الفور بيساوي 8، يبقى اكس باور 4 ايكوال 8. يبقى تاخد الفورس روت للطرفين، يبقى هتلاقي ان الاكس بيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف الفورس روت للايت. ماشي. بس هنا احنا قلنا حاجه قبل كده، قلنا ان انت جوه اللوج او حتى الحاجه دي، بص اللي هنا ده واللي هنا ده الاتنين اكبر من الزيرو. الشروط بتاعتي ان دول كلهم اكبر من الزيرو، حتى من رسمتها يا باشا، من رسمتها اهو بتلاقي ان هي الاكسات بتاعت اللوج اكبر من الزيرو كلها. خلاص. فده وده اكبر من الزيرو، فالحل النيجاتيف هنا مش معايا. خلاص ده كده مش معايا. طيب تعالى السؤال اللي بعده. لو انا قلت لك معاك حاجه زي لوج اكس وهنا 7 اكس ايكوال 2، فهنا هتقول لي على طول 2 اكس باور 2 اهو اكس سكوير ايكوال 7 اكس. فكده معاك ان اكس سكوير ماينس 7 اكس ايكوال 0، تاخد الاكس كومون فاكتور يبقى لك اكس ماينس 7. ماشي. فهنا هتلاقي ان كده معاك ده ايكوال 0، يبقى معاك ان الاكس بزيرو او الاكس ب7. تعال نجرب بقى هنا تاني. هنا انت قلت لي الاكس اكبر من الزيرو، يبقى الاكس بيساوي 0 ده ما ينفعش، خلاص هتشيله. يبقى معاك ان الاكس بكام؟ ب7. تمام. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك معاك لوج هنا 2 وهنا اكس سكوير بلس 3 x equal 2، هتقول هنا تاخد الحركة دي نفس الحركة كده، ماشي. يبقى 2 سكوير هيساوي x سكوير بلس 3x، فهنعيد كده بيتها تبقى x سكوير بلس 3x، دخل الفور دي جوه يبقى ماينس 4 equal 0. يبقى هنا معاك x و x، 4 يبقى 1 و3، 1 و4. خلاص هنا بالسالب ودي بلس، يبقى هنا تبقى ماينس وهنا تبقى ايه؟ بلس. ماشي. فدي معناها ان الاكس ب1 او الاكس بسالب 4. هشوف مين اللي ينفع هنا. لو جربت ب1 يبقى 1 زائد 4 3 تنفع عادي، لو سالب 4 يبقى 16 زائد سالب 12 تنفع برضه عادي. هيبقى الحالات هنا ايه؟ هينفعوا مفيش مشكلة. ماشي. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك معاك حاجة مثلا لو لوج 2 بعد كده لوج 3 اللي هي اكس سكوير ماينس 7 اكس بلس 12، وقلت لك الكلام ده مثلا بيساوي 1. فهنا انت ما تتخضش خالص، خلاص ما تتخضش. ليه؟ هتعمل نفس الطريقة العادية، هتعمل هنا التو دي هتروح كده اهي، هتروح للواحد، فيبقى هنا معاك 2 باور 1 اللي هي 2، يبقى 2 هيساوي لوج 3 هي اكس سكوير ماينس 7 اكس بلس 12. نفس الحركة تاني، ال3 هتروح لل2 كده، يبقى هنا
3 سكوير يبقى 9. ماشي. معاك 9 بعد كده اكس سكوير ماينس 7 اكس بلس 12. فبعد كده هتروح تقول ان اكس سكوير ماينس 7 اكس هتودي ال 9 الناحية التانية، يبقى 9 و12 هنا بالسالب، يبقى سالب 3. خلاص بيساوي 0. عايز بقى تكمل دي على الآلة عادي، تكملها هنا بإيدك، بس هنا فاكتوريزيشن هيبقى صعب شوية. ماشي. بس لو يعني قلنا إن دي بدل 12 خليها مثلا كام؟ عايزين رقم سهل. 2 و5 يبقى ممكن يبقى دي مثلا لو 10، هنا دي 10. خلاص، أو دي خليها كام؟ عايزين ده يبقى ناتج ب10. أو حلها بقى أنت، شوف الموضوع ده لو أنت حتى خليته بزيرو أو خليته هنا بنيجاتيف 1 مثلا، يبقى تروح دي تبقى نيجاتيف 10 وتعمل لها فاكتورايزيشن. يعني انت فاهم القصد اي ايه؟ انا بقول لك اي امثله واي ارقام عشان بس تفهم الفكره. فهنا انت مجرد تعمل لها فاكتورايزيشن عادي وهتجيب الاكسات بكام. ماشي. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك هنا لين اكس سكوير هيساوي، او خليتها الاول ماينس 3 لين اكس هيساوي 4. الفكره دي خلي بالك فكره سهله مش صعبه خالص. انت هنا مجرد معاك كوادراتيك فانكشن، بس الكوادراتيك فانكشن مستخبيه شويه. يعني دي انت بس قول ان لين اكس سميها مثلا واي، فهنا هتلاقي ان معاك واي سكوير ماينس 3 واي، دخل الفور الناحية التانية يبقى ماينس 4 ايكوال 0. وحل الواي دي هتبقى واي و1 وواي و4. بعد كده هنا معاك ايه؟ معاك هنا 4 وسالب 3، يبقى هنا 1 و4 ماشي. فهتلاقي دي بالبلس ودي بقت بالماينس. فهنا يبقى معاك الواي بيساوي نيجاتيف 1 وهنا الواي بيساوي 4. ارجع بقى تاني للاكس بتاعتك، يبقى هتقول ان لين اكس بيساوي نيجاتيف 1 او لين اكس بيساوي 4 بس. ماشي. فعايز الاكس بكام؟ دي انت ممكن تكتبها على اساس ان هي ايه؟ ان هي لوج الاي اكس. فدي معناها ان دي الاي باور نيجاتيف 1 بيساوي الاكس. دي عبارة عن لوج الاي للاكس، فدي معناها ان الاي باور 4 بيساوي الاكس. فجبنا الاكس تاني يعني ايه بتوعنا. ماشي. طيب لو انا جيت بقى لأسئلة الدومين، قلت لك هات الدومين الحتة التالتة. فاكر الحتة التالتة في ايه؟ في فيديو الدومين. طيب فهنا لو انا قلت لك عايز لوج ل 3 ماينس اكس، خلاص هنا مجرد ان انت هتاخد اللي جوه الدومين ده تقول ان هو اكبر من الزيرو، لان ما ينفعش حاجه تتحط هنا اصغر من الزيرو او حتى زيرو. انت عارف ان لوج زيرو على الاله هيطلع بماس ايرور، يعني ده هيطلع ايه؟ ماس ايرور مش موجود اصلا. ماشي. طيب فخلينا بعد كده هنقول هنا ايه؟ معاك 3 ماينس اكس اكبر من الزيرو، فيبقى كده ال 3 اكبر من الاكس بس، او الاكس اصغر من ال 3. يعني لو جيت عملت الدومين كده هتحط هنا ال3، انت عايز الاصغر منها يبقى هنا من نيجاتيف انفينيتي لحد ال3، يبقى هنا الدومين هيساوي من نيجاتيف انفينيتي لحد ال3. ماشي. مفيش هنا ايكوال، يبقى دي اوبن ودي اوبن. خلاص كده. تعالى اللي بعده. لو قلت لك هنا معاك لوج 1 ماينس اكس لل5 وهات لي الدومين. حاجه زي كده تجيب الدومين ازاي؟ اللي تحت ده لازم يكون ايه؟ اكبر من الزيرو برضه، فهتقول له 1 ماينس اكس اكبر من الزيرو، يبقى ال1 اكبر من الاكس. خلاص. بس فتيجي هنا عند ال1 وتقول ايه؟ من نيجاتيف انفينيتي لحد ال1، يبقى الدومين هيساوي من نيجاتيف انفينيتي لحد ال1 اوبن اوبن. ماشي كده. بس. طيب تعالى مثلا حاجه كمان. لو جيت هنا قلت لك معاك لوج اكس ماينس 3 للاكس، فحاجه زي كده انت هنا معاك حاجتين خلي بالك، لازما ده يكون اكبر من الزيرو وده كمان اكبر من الزيرو. فهنا هتقول في الاول ان اكس ماينس 3 اكبر من الزيرو، وهتقول برضو ان الاكس اكبر من الزيرو. يبقى انت كده ايه؟ معاك حاجتين تخلي بالك منهم. ماشي كده. طيب فتعالى بعد كده نكمل. ده هيطلع من زيرو لحد ايه؟ انفينيتي. وده اكس ماينس 3 اكبر من الزيرو. او استنى، لا احنا لخبطنا في حاجه. احنا هنا في اللي فاتت آه ده كان برضو خلي بالك لازم يكون اكبر من الزيرو وكمان مش بيساوي الواحد. فاكر لما احنا قلناها فين؟ قلناها هنا تقريبا، او مش شروط.
المهم ان احنا قلناها، مش فاكر ان سلايد بس ايه. خلاص يبقى انت بقى هاتها بقى، بس الفكرة هنا ايه، ان انت برضو لازم تشيل الحتة اللي هو هيساوي فيها واحد، خلي بالك ماشي. يعني انت هنا لازم تشيل من دي الحتة اللي هو هيساوي فيها واحد، فهنقول 1 ماينس اكس ايكوال 1، فيبقى كده معاك ان الاكس ايكوال 2. يبقى هنا في مشكلة، خلي بالك ماشي. بس هنا انت كده كده انت هنا دي من نيجاتيف 1 نيجاتيف انفينيتي لحد 1، فالاتنين مش معاك. لكن خلي بالك في الجاية مثلا هتلاقي الاتنين هنا معاك، هتلاقي هنا ان ايه الاكس كده اكبر من 3، فانت هتاخد الايه الدومين المشترك. انت لازم ان الاكس ماينس 3 ما يكونش بيساوي الواحد، فبيساوي الواحد واشيله، يبقى هنا الاكس ما يساويش الا 4، فلازم أن تشيلها. فهنا هيبقى معاك الدومين، اول حته دي بتقول لك ان هو ايه اكبر من الزيرو اللي هي هنا، من زيرو لحد انفينيتي. بعد كده عندك التانية بتقول لك ان اكس اكبر من 3. بعد كده التالتة بتقول لك ان الاكس مش موجود عند الاربعة، يبقى خد المشترك ما بينهم، يبقى كل ده وتشيل بس منه الاربعة. يبقى الدومين هنا عبارة عن ايه، من الثري لحد الانفينيتي، وهتروح تعملها كده وتشيل منها الاربعة، خلي بالك ما تنساش دي ماشي. بس تعالى اللي بعده. فلو قلت لك هنا معاك لوج 3 ماينس اكس لاكس، فهنا هتلاقي ان الاكس كده اكبر من الزيرو، فدي خلاص معروفة. دي بقى هتقول ان هنا 3 ماينس اكس اكبر من الزيرو، يعني ال 3 اصغر، 3 كده اكبر من اكس، زائد ان 3 ماينس اكس هتساويها بالواحد، فكده معاك ان الاكس هتساوي الاربعة، او كده الاكس هتساوي الاتنين، هتودي الناحية التانية بالايه بالماينس. فانت كده هتيجي هنا هتعمل بقى ايه الدومين بتاعك، هتقول انت معاك من زيرو لحد الانفينيتي. بعد كده هو بيقول لك ان الاكس اصغر من 3، يبقى لحد هنا 3 تمام. بعد كده الاكس عند 2 في مشكلة، يبقى عند 2 في مشكلة، يبقى انت هنا كده عبارة عن كام، من زيرو لحد 3 ماشي، ناقص ايه الاتنين. ده كده يعتبر الدومين عندك. خلينا ناخد نجرب نعوض بالاربعة مثلا. 3 ناقص 4 سالب واحد، مشكلة. هنا لوج 4 لوج 4 تمام، بس 3 ناقص 4 هنا مشكلة سالب واحد، لا مش هينفع معاك. خلاص، فهي دي ايه الفكرة، ان انت عندك اللي تحت ده بيبقى اكبر من الزيرو كده كده. طيب تعالى اللي بعده. تعالى بقى اللي بعده نتكلم على خواص اللوغاريتمك. فهنا نتكلم بقى على ايه، على البروبرتيز اوف لوغاريتمك فانكشن ماشي. فاول الخواص اللي معاك ان انت معاك لوج a لل a هيساوي كام، هيساوي واحد. طيب جاب منين، لان انت بتقول a باور كام يديني ايه، فهتبقى a باور 1 فهيديك ايه بس. خلاص، فدي اثباتها سهل، هنحاول نعدي عليهم كلهم ونثبتهم. لو قلت لك لوج a لل1 هيساوي كام، هتلاقيها بتساوي زيرو، فكده a باور زيرو هيطلع ب1، فدول تحطهم في الاعتبار. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك معاك لوج a للاكس والواي، ده يا جماعة بيساوي ايه، بيساوي لوج a x زائد لوج a y. وهقول لك جت منين. هتسمي هنا مثلا هتقول ان انت معاك الاكس عبارة مثلا عن ايه، عن a باور b مثلا، ومعاك الواي عبارة عن a باور c، فهتجيب الاكس واي، فهيبقى a باور b مضروبة في a باور c، فهتلاقي ان دي كده بقت a باور b باور الباور، انت هنا مش باور الباور، انت هنا ايه معاك نفس الاساس وضرب الباورين دول في بعض، يعني دول مضروبين في بعض فالباورات بتتجمع ماشي، فيبقى هنا b بلس c. فهتستخدم الحتة دي، مش دي اكس واي اهي، هتحطها هنا، فيبقى ده عبارة عن لوج ال a b بلس c كباور، ومعاك تحت البيز a. احنا لسه واخدين ايه، لان انت لو معاك لوج a للبيز a بيطلع بواحد. طيب لو هنا هي لوج مثلا a للبيز a باور b هيطلع ب b تمام. يعني هنا دي حتى من الخواص اللوغاريتميك العادية، انت لو قلت مثلا ايه، لو قلت لك لوج ايه مثلا وهنا 3 وهنا مثلا 2، يبقى ايه باور 2 بيساوي 3. خلاص. طيب فهنا دي هتلاقي ان البي بلس سي نزل كده اهو، فدي كده هتساوي ايه، هتساوي البي بلس سي. وهقول لك برضو نزل دي في الخواص، في الخاصية الجاية برضو هأكد عليها ماشي.
بس. فهنا معاك ايه؟ معاك البي بلس سي اهي، والبي بلس سي اللي هي فين؟ اللي هي ممكن تكتبها من هنا ومن هنا. انت مش هنا، انت ممكن تاخد ايه؟ بيقول لك ان الاكس بيساوي ايه باور بي، فانت من هنا ممكن تروح تقول كده ايه؟ تقول ان لوج اكس للبيز ايه مش هو بيساوي البي، ومن هنا برضو تروح تقول لوج الواي للبيز ايه مش هو هيساوي السي بس. فالبي والسي عبارة عن كده، بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن لوج الايه للاكس زائد لوج الايه للواي. خلاص كده بس، اللي هي فوق يعني. ماشي. فخلي بالك هي ده ممكن، لكن العكس مش ممكن. يعني لو قلت لك ايه؟ لو قلت لك معاك مثلا لوج ايه لاكس بلس واي، خلي بالك الحاجة اللي جوه اللوج مش بتتفك. يعني ده اللي جوه اللوج ده مش هيتفك خالص. ماشي. طيب وبالتالي برضو الرول اللي بعدها، لو انا قلت لك معاك لوج اكس على واي، هتعملها بنفس الطريقة. هتساوي لوج اكس ماينس لوج واي. هتروح برضو تقول ان انت معاك ان ايه؟ ان الاكس مثلا بيساوي ايه باور بي، وهنا الواي بيساوي ايه باور سي، فدي عبارة عن ايه باور بي على ايه باور سي اللي هي الاكس على واي، فهتلاقي ان هي عبارة عن ايه باور بي ماينس سي. فلما تاخد لها اللوج هتلاقي ان لوج ايه للايه باور بي ماينس سي، البي ماينس سي هتنزل. ماشي. فهتلاقي دي بي ماينس سي، فاصبحت معاك دي بتساوي لوج البي اللي هي ايه من هنا بقى هتبقى لوج اكس للبيز ايه اهو، ومن هنا بعد كده لوج الواي للبيز ايه برضه. خلاص كده بس. فتعالى بعد كده نكمل الخاصية اللي بعد كده. لو انا قلت لك معاك لوج a للاكس باور n، فدي بتساوي n لوج ax. طيب تعالى برضو نفهم هي دي جت منين. حاجة زي كده انت استخدمت فكرة الضرب. انت ضربت ايه؟ انا رحت قلت ان انا معايا لوج الايه الاكس باور n دي هي اكس في اكس في اكس في اكس خلاص، لحد ايه؟ لحد عدد n من المرات. يعني دي كده تعتبر عدد n من المرات. ماشي. فانت هنا لو هي كانت اكس واكس بس فبتقسمها بتبقى لوج اكس زائد لوج اكس. لو هي لوج اكس في اكس في اكس تبقى لوج اكس زائد لوج اكس زائد لوج اكس. فدي هتبقى ايه؟ هتبقى اول لوج اكس، تاني لوج اكس، التالتة، الرابعة، الخامسة، لحد ان. فدي عبارة عن ان لوج اكس. ماشي. للبيز ايه طبعا. تمام. طيب بعد كده لو انت معاك مثلا حاجة زي لوج اكس ده البيز، وهنا معاك لوج اكس واي، فانت بتقول هنا ممكن تقول ايه؟ ممكن تقول دول عبارة عن حاجتين. اول واحدة ان هي لوج واي على لوج اكس تقسمها، والبيز اللي تحت ده ممكن تحط اي كونستانت، اي رقم من عندك. ممكن تعتبره مثلا ايه؟ ممكن بس نفس البيز ها تعتبره هنا ايه؟ ممكن مثلا تعتبره ايه؟ خلاص. تقسمها مثلا ازاي؟ لو هي ايه تبقى لين واي على لين اكس. فاهم الفكرة هنا؟ بس. ماشي كده. طيب يعني دول كده يعتبر كل الخواص. في برضو واحدة كمان اللي هي لو انا جيت قلت لك، تعالى اكتبها هنا. لو انا جيت قلت لك معاك لوج اكس واي، دي انت ممكن تكتبها دي لوج واي للبيز اكس، ممكن تكتبها واحد على لوج الاكس، او هنا الواي وهنا البيز اكس. يعني البيز هنا واي وده هنا اكس. عملتها منين؟ هقول لك. دي انت ممكن تستخدم اول فكره اللي هي فوق هنا، تقول دي عباره عن لوج واي على لوج اكس للبيز مثلا. سميه البيز ايه؟ سميه ايه مثلا. فدي انت ممكن تروح تقول ان هي واحد على لوج اي اكس على لوج اي واي. عارف انا عملت ايه؟ نزلت ده تحت بس. خلاص. يعني انا هنا اكني ايه؟ عشان برضو يبقى الموضوع سهل بالنسبه لك، اكني قلت ان هو واحد على الكلام ده. ماشي. بس فهي لو واحد على الكلام ده ونزلت دي لتحت، فاكن دي حتى لو انا ضربت فوق وتحت في لوج واي، بص، لو انا ضربت فوق وتحت في لوج واي اهو، هتلاقي ان انا ما غيرتش شكل السؤال، شكل السؤال ما اتغيرش. هتلاقي اكن دي راحت مع دي، ودي طلعت فوق تاني ها. بس. فتعالى نرجع خطوة. فده كده عبارة عن ايه؟
لوج اكس على لوج واي هتلاقي ان هي لوج اكس واي اهو، يعني واحد وهنا لوج اكس والبيس تحت واي بس اللي هي ايه. ماشي، فده كان اثباتها من هنا يعني. بعد كده بقى تعالى لاخر واحده. بقول لك هنا لو معاك لوج مثلا هنا لو بقول لك ايه لوج البيس ايه اكس، دي بتلاقيها ان هي بتساوي اكس. خلي بالك الايه الكلام ده في الباور، ها الكلام ده محطوط في الباور على الايه. ماشي. طيب تعالى نفهم دي جت منين. انا في الاول هقول لك هنسمي الحته دي بواي، فهنقول كده انا معاك الواي بيساوي لوج اي اكس، فبالتالي دي هتبقى ايه؟ هيبقى هنا كده معاك ايه باور واي بيساوي اكس. ماشي كده. طيب فايه باور واي بيساوي اكس، فانا ممكن اعمل ايه هنا؟ لو انا فكرت احاول اخد لوج، يعني ممكن اقول ان لوج اكس للبيز ايه هيساوي الواي. تعالى كده نجربها. لو قلت لوج الاكس للبيز ايه هيساوي الواي، والواي هي عبارة عن ايه للوج ايه اكس. ماشي. او لا خلينا بس الفكرة اسهل عشان دي ممكن تبقى اصعب. شيل كده، عايزين نحاول نثبتها يبقى سهل عليك الموضوع. دي لوج ايه اكس سميتها واي، وقلت بعد كده ان ايه باور واي بيساوي الاكس. ماشي. طيب طب خلاص، مش انا كده كده معايا الواي اهي اللي هي دي. طب ما خلاص كده هي كده اتحلت. انا هقول كده ان انت معاك ان ايه باور الواي اللي هي لوج اي اكس بيساوي الاكس بس. الموضوع ابسط بكتير يعني. ماشي. يعني ساعات دماغ الواحد كده إيه تفكر في الحاجة المعقدة. طيب تعالى نشوف كم مثال على الكلام ده بقى كله. فأول مثال لو أنا بقول لك 4 باور لوج لبيس 2 اكس. ماشي. فحاجة زي كده أنت ممكن تحلها إزاي؟ هنستخدم بقى الخواص في الكلام ده كله. فأنت الأربعة دي ممكن تكتبها 2 باور 2، ومعاك هنا لوج 2 اكس. أنت عملت كده ليه؟ عملت كده عشان أنت معاك البيس 2، فالأربعة دي أقدر أخليها في الشكل الاتنين ده. طيب وإيه كمان؟ بل وكمان ممكن ترفع الاتنين دي على الإكس. ما هو بص، ما هو القانون بيقول لك إيه؟ بيقول لك لوج إكس باور إن ممكن هنا تساوي إن لوج إكس. فأنت ممكن تستخدمه من رايح، وممكن أستخدمه من إيه؟ من الراجع. إزاي؟ لما أقول لك إن لوج إكس ينفع أرفع الإن دي فوق تاني، فتبقى لوج إكس إيه باور إن بس. فدي هتبقى 2 باور 2 لوج 2 إكس، فدي هتبقى كده إيه؟ تبقى 2 باور لوج 2 اكس سكوير. فاحنا لسه شايفينها هنا اهي الحته دي بيطلع لك باكس، فهنا لو اكس سكوير تطلع لك اكس سكوير بس. فدي حلها اكس سكوير. تعالى اللي بعده. لو انا قلت لك معاك 2 لوج اكس ماينس لوج 2 اكس ماينس 1 ايكوال 0. حاجه زي كده، حاجه زي كده انت ايه، انت ممكن ترفع الاتنين دي هنا، فتبقى دي عباره عن لوج اكس سكوير، وبعد كده انت معاك ماينس لوج 2 اكس ماينس 1 ايكوال 0. استخدم قاعدة اللوج، عشان انا لو بقول لك لوج ماينس لوج ينفع اكتبهم حاجة على حاجة. يبقى انا ممكن اقول لك ان دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لوج ومعاك هنا اكس سكوير على 2 اكس ماينس 1، فالكلام ده هيساوي 0. طيب هنستخدم حتة كمان، ايه هي؟ البيز اللي تحت ده ب 10 متنساهوش. ماشي. فانت عارف ان 10 هتروح الناحية التانية، هقول لك ان 10 باور 0 هيساوي ايه؟ هيساوي الحتة دي اكس سكوير على 2 اكس ماينس 1. خلاص كده. طيب 2 باور 10 باور 0 اللي هي بواحد يعني، فممكن اضرب ده الناحية التانية، فاقول لك ايه؟ هقول لك كده ان الاكس سكوير هيساوي 2 اكس ماينس 1، يبقى اكس سكوير ماينس 2 اكس بلس 1 ايكوال 0. فدي عايز تعملها فاكتورايزيشن ماشي، متابع الحلقات اللي فاتت فهتعرف تعمل لها مربع كامل ماشي. دي عبارة عن اكس ماينس 1 معمول لها سكوير بيساوي 0، فالاكس بيساوي 1 بس. ماشي. فدي مربع كامل، ودي برضو تعرف تعملها فاكتورايزيشن عادي بالآلة بإيدك أيا كان. ماشي. مربع كامل ليه؟ خد النص بتاع ده يبقى ينزل هنا اهو، اعمل لها سكوير، الأولاني سكوير التاني سكوير، 2 في الأول في التاني. ماشي. تعالى اللي بعده. لو قلت لك معاك لوج اكس زائد لوج اكس زائد 2
ماشي، هيساوي لوج اكس زائد 12. طيب حاجة زي كده تحلها ازاي؟ 2 لوج معمول لهم بلس، خلاص، فدي انت ممكن تقول ان هي عبارة عن لوج حاجتين مضروبين في بعض، اكس بلس 2. ماشي، بالمنظر ده يساوي لوج اكس بلس 12. فكده كده هقول لك على حركة حلوة. هنا اللي جوه اللوج بيساوي اللي جوه اللوج هنا. ليه؟ لان انا اقول لك ان اللوج دي بتساوي اللوج دي، وخلي بالك اللوج عبارة عن 1 تو 1 فانكشن. يعني انت معاك ان رسمة الاي باور اكس اهي 1 تو 1، رسمة اللوج اهي 1 تو 1 بتزداد بس، يعني اللوج بتزداد بس او بتقل بس. فهي في الحالتين لو بتزداد بس او بتقل بس اللي هي النيجاتيف بتاعها، في الحالتين هي ايه؟ هي 1 تو 1. فطالما 1 تو 1، طالما الفانكشن بتساوي الفانكشن، يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه. لما حليناها من 1 تو 1، لما قلت لك ايه؟ قلت لك ان لو اف اوف A بيساوي اف اوف B، فده بيديك على طول ان A بيساوي B. بس خلاص. فهنا هتلاقي ان ايه؟ ان الحته دي بتساوي الحته دي. طيب تعالى بقى نشيل ده. فهتلاقي هنا معاك ان اكس سكوير زائد 2 اكس بيساوي اكس زائد 12. فكده هتلاقي ان اكس سكوير ناقص اكس او زائد بقى اكس هي ناقص 12 هيساوي 0. بس عايز تحل ده بقى دي على الآلة بإيدك أيا كان. ماشي. تقريبا دي 3 في 4 أعتقد 3 في 4 هتحلها 3 وهنا 4. هنا لو سالب وموجب صح كده. خلاص. فهتلاقي هنا إن الإكس ب3، وهتلاقي هنا إن الإكس بسالب 4. برضو جرب شوف ينفع الاتنين ولا لأ. فهتلاقي هنا إن الإكس بسالب 4 ما تنفعش، الإكس هنا بسالب 4 ما تنفعش. خلاص شيلها. ماشي، شيل حاجة زي كده. تمام. بس طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك معاك لوج 2x بيساوي لوج 4 ل25، ما تعقدش الموضوع على نفسك. هي هنا انت مجرد ان انت هتقول 2 باور الكلام ده بيساوي الاكس، يبقى 2 لوج الأربعة 25 هيساوي الاكس. اسهل حل، ودي على الآلة على طول هتطلع. خلاص مش موضوع يعني. ممكن حد تاني بقى يطول في الموضوع يحاول يبسطها اكتر ويحلها عادي، مش مشكلة. ممكن حد تاني يقول لك ايه؟ يقول لك دي عبارة عن لين مثلا 25 على لين 4، ولوج اكس للبيس 2 عبارة عن لين اكس على لين 2، يودي اللين 2 دي الناحية التانية. أنا ليه عملتها هنا لينات؟ أنا عملتها أكني لوج على لوج بس البيس إي، يعني دي أكنها لوج على لوج بس البيس تحت إي. وتجيب اللين اكس. عايز تشيل اللين اكس بتعمل لها اكسبوننشال. الاكسبوننشال الاي عكس اللين، اللوغاريتمك عكس الاي باور اكس. ماشي. بس فتعالى بعد كده نشوف مثال كمان. لو قلت لك هنا معاك لوج 3x مضروب في لوج للبيز 9x بيساوي 2. حاول توقف الفيديو كده وتفكر في السؤال ده. السؤال ده فيه فكرة ممكن تبقى شديدة شوية. طيب السؤال ده ممكن نحله ازاي؟ هنا انا هنزل لوج 3x زي ما هي، وهروح اضربها في لوج، خليها 1 على لوج، واعكس الحاجتين دول، خليها هنا x وهنا 9. ماشي كده؟ طيب وبعدين خليها تمام. انت ممكن بعد كده اقول لك على فكرة حلوة، فدي هتبقى بتساوي 2. خلينا نعملها بس على كذا خطوة. فدي هتبقى لوج 3x مضروبة في 1 اوفر لوج x للبيز 9. البيز 9 ده خليه 3 سكوير، ف 3 سكوير السكوير هتنزل تبقى هنا. طيب فهنا انا ممكن اضرب في ايه؟ فده يساوي 2. اضرب السؤال كله في لوج 3 البيز x، يبقى اضرب السؤال كله في لوج البيز x وايه وهنا 3. فهتلاقي انت معاك، بص انت اكنك معاك ايه؟ اكنك معاك العكس بتاع دي. يعني انا لما اضرب ايه، او حتى هي ما كانتش من غير ضرب، يعني الموضوع هنا حتى سهل. إيه انت هنا انت ممكن حتى ترجع دي تاني مكانها، فدي اكنها بقت لوج 3x مضروبة
خلي النص ده يروح الناحية التانية، يبقى هنا بيساوي 4 ماشي، وهنا تبقى مضروبة في لوج البيز 3 للإكس. ما كنتش محتاج دي على فكرة، الموضوع هنا أبسط بكتير ماشي، عشان دول ضرب مش جمع، لو جمع يبقى الموضوع هيفرق. فأنت هنا معاك لوج 3 إكس وهنا لوج 3 إكس، يبقى سكوير، يبقى دي لوج بيز 3 للإكس بيساوي إيه؟ دي معمول لها سكوير بيساوي الأربعة. خد روت للطرفين ماشي، ناخد روت للطرفين، فهتلاقي إن لوج 3 للإكس هيساوي بوزيتيف أو نيجاتيف 2، بس هنا اللوج مش هتطلع لك قيمة إيه؟ نيجاتيف، يبقى 2، يبقى 3 سكوير ب 9، يبقى الإكس بكام؟ ب 9 بس. خلاص فكرة برضو يعني كويسة ماشي. طيب تعالى اللي بعده، لو قلت لك معاك لوج 2 إكس زائد لوج إكس 2، العكس بتاعهم ها بيساوي 2، العكس بتاع دي. فهنا ممكن أطبق الحركة بتاعت الضرب اللي فاتت، أعمل إيه؟ أقول لك إن دي عبارة عن لوج 2 إكس خلاص زائد لوج خليها 1 على لوج وإيه وخليها 2 إكس، يبقى هنا أهو 1 على لوج وهنا 2 إكس عكستها هيساوي 2. هضرب في لوج 2 إكس دي في كل السؤال ماشي، يعني هضرب هنا كل السؤال أهو في لوج البيز 2 وهنا إكس، فهتلاقي بقى معاك إيه؟ بقى معاك لوج البيز 2 الإكس سكوير زائد 1 هيساوي 2 لوج الإيه؟ البيز 2 الإكس. فهنكتبها تاني، هتبقى معاك لوج 2 إكس سكوير ماينس 2 لوج 2 إكس زائد 1 هيساوي إيه؟ هيساوي 0. ممكن حد هنا شاطر يقول لي دي مربع كامل، أقول لك تمام، حد شاطر تاني يقول لي دي كوادراتيك، أقول لك تمام. بس حد تالت ممكن يقول لك طب أنا هفكر أعمل إيه؟ أقول إن لوج إيه إكس أو لوج 2 إكس هي واي، فدي هتبقى على المنظر ده، هتبقى واي سكوير ماينس 2 واي زائد 1 بيساوي 0. فلاقي إن دي أصبحت إيه؟ واي ناقص 1 سكوير بيساوي 0 بس. فكده الواي بواحد، يعني معناها إن لوج 2 للإكس بواحد، معناها إن الإكس باتنين. فسؤال جميل يعني. خلاص كده بس. تعالى اللي بعده. بقول لك لو قلت لك هنا ولا كده خلاص، احنا كده كده حلو أوي يعني، أعتقد كده إيه كده كفاية. تعالى بس نتكلم في سمري على الفيديو ده ماشي. بس فملخص الكلام ده احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على اكسبوننشال، على لوجاريتميك، على ان هما الاتنين انفرس مع بعض. قلت لك تاني على الحته بتاعت الدومين بتاع اللوجاريتميك مهم جدا ماشي. يبقى احنا اتكلمنا هنا على الاي باور اكس، الاي باور اكس، اتكلمنا على اللوج اي اكس، اتكلمنا على اللين اكس، اتكلمنا على الخواص زي اي باور زيرو، اي باور بي باور سي خلاص، اي باور بي في اي باور سي، اي باور بي على اي باور سي. خلاص اتكلمنا على كل ده. اللوجاريتمك اتكلمنا اهم حاجتين، الضرب خلاص بيبقى هنا مجموعهم، لما تعمل تقسمهم كده يبقى طرحهم خلاص، مش العكس ما تنساش. فدي هتبقى لوج اكس ولوج واي، دي هتبقى لوج اكس وهنا لوج واي ماشي. لوج اكس باور ان لان تنزل تبقى ان لوج اكس. لو قلت لك لوج الايه للبيز ايه يديك واحد خلاص، لو هنا واحد يبقى صفر يعني لوج الايه وهنا واحد تبقى هنا زيرو، ايه باور زيرو بوان. خلاص ازاي تحول من، لو قلت لك مثلا الواي بتساوي ايه باور اكس، فيبقى معاك لوج الواي تنزل هنا والبيز هنا ايه يبقى هنا اكس. كل ده اتكلمنا عليه. كلمتك على الدومين، انت هنا عارف ان انت معاك لوج اي اكس، فمعاك 3 شروط، الاكس اكبر من الزيرو، الاي اكبر من الزيرو، الاي مش بيساوي واحد خلي بالك بس، هساويه بواحد وشيله من الدومين لو هنا كان في اكس. ايه تاني؟ رسمة الرسومات، هنا الاي باور اكس ادي اللوغاريتمك ماشي، النيجاتيف اي باور اكس او الاي باور نيجاتيف اكس يعني، وهنا الاي باور اكس، او هنا ممكن تقول الاي اكبر من الواحد، الاي ما بين الزيرو والواحد حفظنا. هنا لوج اي اكس البيز ايه وهنا اكس ماشي. الناحية التانية كده لوج
ال A اكس، بس هنا ال A ما بين الزيرو والواحد او نيجاتيف لوج A اكس صح، او لوج A اكس باور A A باور 1، او هنا الموجود جوه 1 اوفر اكس. جت منين؟ ركز معايا. هتقول دي ان هي عباره عن لوج البيز A وال1 اوفر اكس تخليها اكس باور نيجاتيف 1. انت مش عارف ان الباور لما يبقى على الاكس بينزل؟ خلي بالك، الباور لو على اللوج كلها ما ينزلش. تاني، لو انا قلت لك لوج اكس، الاكس عليها الباور، مش لوج اكس باور ان، لا، الان على الباور ينزل صح. خلاص يبقى دي لا، دي الباور ينزل عادي، النيجاتيف هتنزل عادي اهي. خلاص بس. فيعني اعتقد دي كل حاجة، بس كده يا شباب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.